رمي التماس ويلعبها على طول للي جاي من ورا لقدام. تتلعب الكره العاليه على القائم البعيد وادي يحيى جبران اللمسه والهدف الاول. الهدف الاول لكن فيها اوف سايد، فيها اوف سايد اللمسه الاخيره. واقول لك هنشوفها الكره العاليه ادي يحيى جبران وادي الرأسيه وفيها شك انها ممكن تكون هدف. فيها شيء صعبه جدا. ادي الكوره دي ما فيهاش اوف سايد طبعا، دي كده وانت مغمض ما فيهاش اوف سايد. بص الرأسيه تتلعب مين اللي مغطي بقى؟ اللي مغطي الظهير الرقم 30 ايكيني وودزي مغطي. اتلعبت حلوه قوي على القائم البعيد. يحيى جبران سبق على فكره الباك الشمال تشيكاموتزو وتتلعب 10 على 10. ما لعبهاش في المرمى من مره واحده، عمل البند يكون فيها اللخبطه وفيها الاسيست للعملود. سجل بره وسجل جوه ومصعب المهمه ومستحوذ كمان على الكوره وممكن يسجل هدف ثالث من عرضيه ليحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله هيلعب الكره العرضيه، تتلعب العرضيه على القائم الاول وادي الرأسيه والفولو بهدف. الفولو بهدف ثاني زود الاهداف فريق الوداد. يقول رساله وادي رساله من جمهور الوداد ينقذها في الكره الاولى الحارس اولورو اوجو، ولكن يعمل الرأسيه، هو اللي يعمل الرأسيه في الاولى وفي الثانيه حركاس يسجل هدف جمال حركاس 2-0 وفي مجموع اللقاءين بقت 3-0. والوداد تقدر في الكرة الثابتة بتتقدم وفي العرضيات تعمل مشاكل. وادي الكرة بقى الطولية عند هشام بوسفيان. هشام حب يقطع لجوه لكن الكرة سبقته، يرقص وعمال يتضرب يمين وشمال. بيعدي بوسفيان يلعب الكرة العرضية جول، لكن موجهة ليحيى عطية الله. بص الكرة العرضية توصل عند يحيى عطية الله بالقدم اليسرى، تاخد ايد اولورو وتخش بهدف ثاني، هدف ثالث لصالح فريق الوداد. 3-0 العملود وحركاس وعطية الله ثلاثية ودادية، نفس نتيجة آخر ماتش أمام اتحاد طنجة في الدوري، ولكن الماتش كان خارج الديار.